شوفي جربتي كل شيء، جربتي حنه، جربتي اعشاب، جربتي سدر، جربتي كل شيء وما قدات لك حتى حاجه، غادي تجربي هاد البرودوي اللي غادي نشارك معاك دابا وغادي ترحميني على النتيجه ديالو. شوفوا البنات الخلفه شحال طوالت ليا، شوف البنات، انا راه ما خليت ما جربت شعري، جربت كاع دوك الوصفات اللي كاينين في الانترنت، البزار مع العسل، الاعشاب، السدر صراحه ما جربتش واحد المده طويله، الحنه زوينه ولكن راه النتيجه الكبيره الا كان عندك مشكل في الشعر هو هذا برودوي مينوكسيديل 2%. 2% البنات هي اللي كتصلح للبنات، ما تمشيوش ديروا 5%. 5% راه ديال الرجال، غادي تكثر لك الشعر، تقدر تكثر لك الشعر في بزاف ديال المناطق من غير شعرك. دونك البنات ديروا غير 2% هي ديال البنات، 5% كيف قلنا ديال الرجال اللي عنده مشكل في اللحيه ديالو ما كتنوضش ليه، او عنده مشكل في الشعر عنده فراغات، هذاك هو اللي يقدر يدير 5%. اما 2% هي اللي كتصلح للبنات، استعملوها 10 رشات بالليل، او اللي عندها مشكل كبير ولا مثلا عندها ثعلبه ولا شي حاجه دير 10 رشات في الصباح و10 رشات في الليل. انا كنت كنديرها البنات ما كنديروش ديما، وهاد القرعه راه دات ليا اكثر من 3 شهور البنات، نورمالمون ما خصهاش دير لك هاد المده كامله، يعني الا كنتي كتستعمليه كل نهار كديري 10 رشات، حاولي تقسميهم على شعرك كامل يعني القدام والله، وكتبداي ديري مساج بالطريفات ديال الصباع ديالك. هاد البرودوي البنات كيخلي ان الشعر او البصيله ديال الشعر تستقبل مزيان الاكسجين من الجسم، وكذلك الحديد وكاع المعادن اللي محتاجها الشعر باش يتغذى لينا. هذا هو اللي كيخلي المينوكسيديل كيفيد الشعر ديالك، حيت كاين البروبليم كاين على حسب درجه الاستقبال ديال الشعر. كاينه اللي كتلقايها اي حاجه كتاكلها كتاثر لها على شعرها، وكاينه اللي كتلقايها واخا كتاكل لي فيتامين شعرها ما كيستقبلش مزيان هذوك لي فيتامين من الدم. داكشي علاش هذا المينوكسيديل هانتوما البنات قلبوا عليه وشوفوا الطريقه، شوفوا الفعاليه ديالو للشعر، هو كيخلي هذيك البصيله تستقبل لينا مزيان هذوك العناصر المغذيه من الدم. وغادي تلاحظوا حتى مع الضفار ديالكم غادي يقصحوا بزاف مع المينوكسيديل.